على موضوع ميدو، وبنقول ايه المشكله يعني لما ميدو يتصور مع اسطوره زي كابتن محمود الخطيب. ده مش معنى ان ميدو مش زملكاوي او خاين او ضد الزمالك او كده، عادي بالعكس. انا حتى قلت لك انا لما بشوف كابتن محمود الخطيب بروح اتصور معاه وبننزل الصوره. معايا ميدو على التليفون، كابتن احمد حسام ميدو. ميدو ازيك؟ كريم ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني. متالق ما شاء الله في قناه النهار. الله يكرمك. ميدو بتلبس حاجات غريبه يا ميدو، يعني ايه بتاع الواسعه اللي انت قلبت الدنيا؟ لا والله لا كلينت ستود يا ابن اللذين. ايه كلينت ستود بالظبط. الدنيا برد هنا الصبح والله. عجبتني الافيه، عجبني. اخبارك ايه؟ وحشني حبيبي يا كريم. لسه كنا بنتكلم من شويه بنقول ايه قصه بيسلم عليك يا جيم حبيبي يا ميدو. بنقول ايه يعني، انا استفزيت جدا لما لقيت ناس شتماك واللي انت متصور مع كابتن محمود الخطيب، وقلت ايه يا جماعه مالنا في ايه؟ السوشيال ميديا ماله؟ والناس بقت فيه كراهيه ليه؟ هو يعني ايه المشكله؟ ده اسطوره واحنا كل اصدقائنا اهلاويه وزملكاويه، والعلاقه مش معنى ان انا بتصور يبقى انا عدو ويبقى انا ضد الزمالك. لا يعني استغربت جدا، ولسه كنا بقالنا عند الربع ساعه نتكلم في القصه دي. عايز تقول ايه؟ كريم لا يعني للاسف يعني انا بقول لك الكلام دي حقيقه، وانا عمري ما كنت عايز ان انا يعني ايه اهاجم مرتضى منصور وهو في ضعفه. انا اتخانقت مع مرتضى وهو في قوته. تمام. وهو في قوته، هو اكبر وهو في عزه اتخانقت معاه. تمام. لكن النهارده مرتضى واولاده بيصدروا للناس ان في عداوه بين الزمالك والاهلي، وان الزمالك هيقع بعد مرتضى. الزمالك مش هيقع. انتوا ليه بتصدروا للناس الكلام ده؟ يعني انا عايز اعرف انتوا ليه بتصدروا للناس ان الزمالك هيقع؟ الزمالك مش هيقع، الزمالك هو الزمالك. غصب عنك وغصب عني، غصب عن مرتضى وامير مرتضى واحمد مرتضى. ليه بتصدروا للناس ان الزمالك هيقع؟ الزمالك مش هيقع. غصب عنكم الزمالك مش هيقع. النهارده الاخ امير والاخ احمد والناس بتاع الناس دي اللي بتأجر العيال بتوع اللجان الالكترونيه بيدفع لهم فلوس كل شهر. الناس دي النهارده خلي بالك انت بتقول ده حصل معايا كذا مره يعني، بس انا ما بتكلمش. بقول لك يا كريم انا اتخانقت مع مرتضى في عزه، واتخانقت معاه في المحاكم في عزه، وبعت لي بلطجيه وانا بعت له بلطجيه في عزه. فانا مش هخاف ان انا اتكلم على مرتضى دلوقتي، بس ما كنتش عايز اتكلم عليه علشان ما حدش يقول ان ميدو بيهاجم مرتضى وهو واقع وهو راجل ضعيف. بس للاسف اللي حصل معايا من امبارح للنهارده يخليني ان انا اقول لكم ان الراجل الجدع اللي لما يخرج من الزمالك يخاف على الزمالك، ما يهدش الزمالك. الناس دي بتهد نادي الزمالك، بتحاول تهد نادي الزمالك، ونادي الزمالك عمره ما يتهد. عمره ما يتهد. طبعا. انت عارف اللجنه اللي اتفضل. خلي بالك. انا بقول لك ان مرتضى دلوقتي كل الحرب بتاعته ان هو يفشل الناس اللي شغاله دي. واحنا مش هنسمح بكده. على فكره ميدو انت جريء جدا، الكلام ده انا كنت عايز اقوله بس مش قادر اقوله. ليه مش هتقول ليه؟ والله عشان محدش يقول لك زي ما انت قلت من شويه، اصل لما دلوقتي هو بقى ضعيف بقى انت بتقول مش عارف كذا. انا مش عايز، ما كنتش عايز اقول كده، بس امير مرتضى طلع بيقول على ميدو الى مزبله التاريخ. تمين يلا تمين. تمين ولا حاجه انت ولا حاجه. مع احترامي ليك انت لولا ابوك امير مرتضى، لولا ابوك واسمك مرتبط بابوك كنت ولا حاجه. عيب. عيب. احنا ناس محترمه وناس بنقدر الناس الكبيره. انا اقول لك حاجه كريم، انا مثلا في عز يا عم في عز لعبي في عز جبروتي وبتاع حصلت مشكله وبيني وبين كابتن حسن شحاته. صح. لكن بعد كده ايه؟ كابتن حسن شحاته ده راجل كبير فوق دماغي. ما اقدرش ان انا ابدا ان انا ما احترموش، لان ده فوق دماغي. والنهارده كابتن محمود الخطيب حتى لو انا مختلف معاه في بعض الامور اللي هو بيدير بيها ملاش علاقه في الانسانيات. ده انا بقول لك انا نفسي لما بشوف كابتن الخطيب بيحضني وتعالى يا كيمو واتصور يعني ايه المشكله يا جماعه؟ احنا مش اعداء. ناس فوق دماغنا، الناس دي ناس كبار يا كريم. طبعا فوق دماغنا طبعا. يعني
ايا كان ايه الاختلاف بيني وبين اي حد، انا الناس دي فوق دماغي. لا يا جميدو، احنا كنا بنتكلم في حاجه كمان. يعني مثلا انا هنا في الاستوديو، انت عارف اكتر واحد قريب مني كابتن وليد صلاح الدين، اهلاوي، بنبقى قاعدين بنتفرج على الماتش انا وهو، عايز الاهلي يكسب وانا عايز الزمالك يكسب. هشام حنفي، خالد، يعني كل الناس. ايه المشكله؟ انا مش فاهم ايه مرتضى يعني فوصل الناس ان احنا ايه حرب بيننا، حرب ايه الحرب ايه؟ مش فاهم. وامير طالع بيقول لك ايه رزباله التاريخ؟ ايه انت مين يالا؟ انت مين؟ انت ولا حاجه، ولا ولو انت عارف تتخانق معايا اتخانق معايا، ما تعرفش تتخانق معايا. ما بيتخانقوش، بيعملوا زي ما انت بتقول كده، الناس على اللجان بيأجروا عيال يشتمونا والناس دي. انتوا ولا حاجه، لا انت ولا ابوك، انتوا كلكم ولا حاجه. عيب يعني، ما حدش يعمل معانا كده. احنا ناس بنحترم وتعلمنا الاصول وتربينا على الاصول. الاصول بتقول ان احنا نحترم الكبير. في ناس كبار في حياتنا، حسن شحاته، مش بقول لك كده عشان ابوك، حسن شحاته راجل كبير، راجل اسطوره في الزمالك. حسن شحاته طلع اهلاوي يا ميدو في الاخر، بيقولوا عليه اهلاوي يا فندم. انا حسن شحاته راجل كبير، احطه فوق دماغي عشان ده راجل كبير وراجل. النهارده ما ينفعش ان انا اخش معاه في مشكله. ماشي، دخلت المشكله وانا عيل صغير ودخلت في خناقه، لا دي حاجه خلاص يعني، ده كوره، مش حاجه بره الكوره يعني. يا كريم، في الاخر ده راجل يعني، في الاخر الواحد بيعمل اعتبار للسن والاحترام وبتاع. النهارده انا مش فاهم يعني، لازم تشتمني لما قابل الخطيب النهارده في مكان ايه، ما سلمش عليه؟ مش عارف. سلم عليه طبعا، واصور، وكل يوم هشوفه واتصور معاه طبعا، لان ده راجل اسطوره طبعا. ولو شفت حسن شحاته بكره هروح اتصور معاه وابوس دماغه لان ده راجل اسطوره. انت ما عندكش اصحاب اهلاويه بيبقوا معاك متعب واصحابك الاهلاويه وبتخرجوا ومراتاتكم مع بعض واسرتكم؟ ماشي. لا بس الناس الكبار دول، وحسام غالي، انا عارف ان حسام كمان، انا عارف غير الكبار، انا بتكلم عامه ان احنا في مصر بقى في احتقان يا ميدو بين الاهلي والزمالك. ان الجمهور او السوشيال ميديا او اللجان اللي انت بتتكلم فيها اللي احنا عارفينها خلوا ان حرب ما بين الاهلي والزمالك. يا كريم الاخ امير مرتضى بيقبض العيال دي، بيقبض عامل مرتبات شهريه، وانا هعلمه الادب. امير مرتضى هعلمه الادب. انا بقول لك ان الناس الكبار لازم نحترمهم، لازم نحترمهم. واللي رباكوا ان انتوا ما تحترموش الناس الكبار راجل عربجي. خلينا بلاش الفاظ بس عشان ما حدش يمسك علينا اخطاء. خالص احنا بنحترم الكبار، وكابتن الكباتن الكبار بنحترمهم طبعا. لما اشوف الكباتن الكبار لازم اتصور معاهم ابوس دماغهم لان دول كباتن. واللي فاهمكم حاجه في الكوره غير كده ما يعرفش كوره، ما يعرفش كوره. طيب انا النهارده لما اشوف حسن شحاته لازم ابوس دماغه. كابتن حسن على فكره لما كان بيدرب قدامي وهو ماسك بتروجيت، وانا كنت بدرب اسماعيلي، مين مش فاكر، اسماعيلي، كنت لما اروح اول حاجه لازم اعملها لازم ابوس دماغه. ايوه انا فاكر، كنت انت ماسك الاسماعيلي وهو ماسك المقاولين. لازم ابوس دماغه، لازم ابوس دماغه، لان ده الراجل ده راجل، حتى لو اختلفت معاه في يوم في الايام من حياتي، لكن ده راجل كابتني اكيد. طب راجل اتعلمت. قول لي يا ميدو دلوقتي نعالج الموضوع ازاي؟ يعني دلوقتي بقى في شباب صغير نعالج ان الاشكال اللي زي مرتضى واولاده لازم يختفوا. يختفوا. هم النهارده بيقبضوا ناس، امير مرتضى بيقبض ناس، انا عارف ازاي اتعامل مع امير مرتضى، بس النهارده بيقبضوا ناس عشان يقولوا ان الزمالك هيتهد بعد مرتضى. الزمالك عمره ما يتهد، عمره ما يتهد. وابوك حاول يهد الزمالك قبل كده في 2005 وما عرفش، والزمالك فضل الزمالك. عيب. طيب ندوب الاحتقان اللي موجود في السوشيال ميديا ازاي ما بين ان اولاد مرتضى يختفوا، هما ومرتضى يختفوا من مصر. خلاص ماشي، دي قصه، دي بقى في ناحيه قانونيه وفي كذا. لو كان بكلمك دلوقتي احنا انت نجم كوره، جمال حمزه، نجوم الاهلي، نجوم الزمالك، ازاي نرجع تاني العلاقه الحلوه ويبقى التنافس جوه الملعب فقط؟ هي العلاقه موجوده يا كريم، هي العلاقه حلوه اصلا، ما فيهاش مشكله بالنسبه لنا احنا ناس اخوات. انا وجمال، طب ما جمال اهو قاعد جنبي، صح؟ مين اكتر واحد صاحبنا جمال في العالم؟ حسام غالي صاحبنا، اخونا. لما يكون عنده مشكله احنا بنروح نقعد احنا اخوات. ايوه. الناس اللي بتصدر للناس ان الاهلي والزمالك اعداء وبتاع، دي ناس يعني فين الكلام ده؟
ما احنا فين. هو انا معلش باحترامي يا كريم، هو مين ولاد الزمالك اكتر مننا؟ العيال اللي هي بتوزع حب الزمالك في سكوك على السوشيال ميديا. احنا بنلعب في الزمالك من احنا عندنا 8 سنين 9 سنين. انا ده في ناس ما تعرفش اصلا نادي الزمالك ده فين، يعني موقعه فين. ده انا كنت بصحى، ده انا يعني الزمالك ده بيتنا، انتوا بقى بتقولوا ايه؟ الاخ امير مرتضى كاتب لي النهارده بيقول لك الى مزبله التاريخ. انت مين يالا؟ مين؟ انت ولا حاجه غير ابوك، انت ولا حاجه ولا حاجه. شيل كده اسم مرتضى منصور من غير امير وانت ولا حاجه خالص. طيب قول لي عايز تقول ايه على الدوري، بدايه الدوري النهارده امبارح والنهارده، والزمالك النهارده عنده ماتش مع المقاولين بالليل ان شاء الله الساعه 7:30. يعني الزمالك لازم يكسب. انا كلمت النهارده الصبح شيكابالا، وكلمت مدحت عبد الهادي، وكلمت عبد الحليم علي. الزمالك لازم يكسب ان شاء الله، لازم يكسب. وفرقه المقاولين فرقه محترمه جدا، فرقه قويه وفرقه محترمه جدا، فرقه كويسه. الزمالك لازم يكسب عشان الكلام اللي هم بيحاولوا يصدروه ان الزمالك هيقع بعد بتاع. لو انت زملكاوي ما تعملش كده. طيب لو انت راجل بتحب الزمالك ما تعملش كده. اخر حاجه معلش عشان الماتش هيبدا، الماتش البنك الاهلي وادي دجله، يعني رساله توجهها لجمهور الزمالك، حبايبك واخواتك وجمهور نادي. بقول لهم اوعوا تسمعوا كلام الناس اللي بيوزعوا سكوك حب الزملكاويه. احنا زملكاويه اكتر من اي حد، وعيب ان احنا نتشتم عشان خاطر احنا اختلفنا مع حد. وتاني لو شفت محمود الخطيب مليون مره هتصور معاه، لان ده ليجند واسطوره. طبعا. بشكرك يا ميدو واتمنى لك التوفيق ومتالق دايما ما شاء الله.